جاني مرة ولدي وقال لي بابا أنا زعلان، وأرسل لي رسالة، أنا كنت مسافر، إني متهاوش مع أمي وقلت لها كذا وغلطت عليها وكذا، وإنها الحين زعلان ما تكلمني. قلت له خلاص طيب إيش رأيك؟ قل لها آسف، وأعطاها هدية وسوى لها كذا 1 2 3 4، وسويت أنا وياه سيناريو كذا، كلمت أمه قلت إذا جاك أقبليه وكذا كذا، وسويت حلو. بعدين تصالحوا وارسل لي صورة وحاطنا كيكة وقاعدين ياكلون مبسوطين وطالعين وجايين وما أدري إيش. قال بابا الحمد لله الله يعطيك العافية شكرا خلصنا. قلت خلاص اعتذرت له؟ قال لي قلت اعتذر لي. قال شو؟ ايش دخلك؟ قلت ايش دخل؟ قلت زوجتي. ايش تخطي على زوجتي؟ اي والله. قال لي بابا، قلت لا والله زعلان عليك. اي والله. تعذر لي. قال لي اسف. قلت اعذر لاخوانك، خطيت على امهم. لازم يفهم الانسان شبكة المتضررين والمستفيدين من العلاقة. العلاقة مسؤولية. لذلك شيء يقول عمرو بن العاص: من كثر إخوانه كثر غرماؤه.